ارمي نفسك في المية ودبس نفسك هتوصل، غير كده ما تسألنيش. حلقة جديدة من وانت نازل الصبح، وبعتذر لكم اني غايب لان كان عندي دور برد صعب قوي، بس يعني اهو الحمد لله. عرفت حاجة كده مؤخرا، وهي من الاخر انك لو هتفضل تأجل الحاجة او الفكرة اللي في دماغك والله ما تعمل حاجة. طب عايز تعملها او عايز يعني تحققها، دبس نفسك، ارمي نفسك في البحر زي ما بيقولوا، هتلاقي نفسك عملتها. كلنا عندنا طموحات واحلام رهيبة وافكار، افكار ملهاش اخر، بس هي الفكرة كلها والموضوع كله فكرة التنفيذ. يعني انت ممكن تقضي عمرك كله فاكر ان في معلومة معينة او فكرة معينة انت محتاج تعرفها في مجال معين او في حاجة معينة. انت بتبقى شايف انه انا والله لو عرفت الموضوع ده هنطلق وبدع وبص وابقى نمرة واحد. الحقيقة عكس كده خالص. انت عادي مش شرط لما تعرفها انك تنفذها، يعني عادي انت ممكن بعد ما تعرفها ترتاح بقى فتقول الحمد لله احمدك يا رب، شكرا يا رب انا عرفتها بقى خلاص هرتاح. ده اللي انا جاي اتكلم فيه النهارده. انا الفتره الاخيره كنت محظوظ ان انا اقابل ناس اكتر مني خبره ومعرفه وعلم، وسبحان الله رغم يعني اختلاف المجالات ورغم انهم ما يعرفوش بعض الى اخره، كلهم اجمعوا على حاجه واحده. بتفكر في حاجه يا ابن الحلال ونفسك تعملها ومستني الظروف تهيأ وتحسن والكلام ده كله، والله ما هتبدأ. عايز تبدأ، ابدأ دبس نفسك، نط يا باشا، اعمل البدايات الصغيرة، ورينا بقى ان انت جامد فعلا وبدأت بالفعل انك تعمل ولو نص الخطوة في الموضوع الفلاني. هتلاقي دعم بقى حقيقي، وهتلاقي عندك طاقة، وهتلاقي محرك، في محرك كده جواك. عارف تسأل نفسك كده، هو انا هحرج الناس دي؟ هحرج نفسي قدام الناس دي كلها؟ هتصغرنا يا محي؟ هتصغرنا؟ مش هينفع، اللي حواليك بيحركوك. فلا، عايز تبدأ في حاجة ابدأ. وهقول لكم على حاجة، كم واحد مننا احنا تسمع مثلا اغنية او تشوف فيلم او تشوف برنامج او تشوف موقع او تشوف اي حاجة فتقول ياه الفكرة دي والله كانت عندي وكنت ممكن انفذها، بس يلا. لا، هو مش يلا، هو الفرق ان في واحد صحي الصبح ونفذها فعلا وقرر ان هو يشتغل عليها. وهقول لكم حاجة اخيرة مش عايز اطول عليكم، معظم رجال الاعمال او يعني الناس اللي عندها مشاريع بتعمل ايه؟ ما بيجي يبدأ مشروع، بيبدأ المشروع بأقل موديل ليه، عارف، بيعمل عينة منه كده عشان بس يشوف يتست كده ويشوف الدنيا فيها ايه ويشوف ايه الاخبار، وبعد كده بيبتدي يشتغل. فانت لما تيجي تعمل كده في الحاجة اللي نفسك تحققها او الحاجة اللي انت عمال تأجلها، لا، ابدأ البداية البسيطة الصغيرة. هتلاقي بقى نفسك بتسأل واحد، حد بيدلك على حاجة، بتتعرف على حد بيساعدك، بتعطل في جزئية فبتسأل حد اكبر منك سبقك بخطوة في موضوع ما، مش عارف ايه. المهم يعني ان في نهاية الموضوع ده هتوصل. انما طول ما انت بتأجل عشان بس بكرة ان شاء الله هنبدأ، لا، هيبقى زي الجيم والدايت والحاجات اللي احنا بنأجلينها من سنة 90 ما عملناهاش ومش هنعملها الى يوم يبعثون. واقول لكم على حاجة، انا والله الحلقات بتاعت وانت نازل الصبح دي انا اصلا بدأتها كده، دبست نفسي فيها ولا على البال ولا على الخاطر، بس قررت ان انا لازم ابدأ فيها. وعارفين مكمل ليه؟ انا الدنيا ما بتكونش سايعاني لما اقابل حد او نبقى قاعدين في مكان ما يعني، والاقي حد بيقول لي على فكرة انا سمعت حلقة من حلقاتك وبسمعك الصبح، او الاقي حد بيوريني الموبايل يقول لي بص انا كنت بسمعك وانا جاي النهارده الصبح في الطريق او كده. الموضوع ده بيخليني عايز انا عايز اعمل حلقه دلوقتي حالا، انا كل يوم هروح اعمل حلقه. فشكرا ليكم جدا جدا جدا، بتمنى تحققوا كل اللي نفسكم فيه. كان معاكم محمد ابراهيم، اشوفكم في حلقه جديده يوم الخميس. السلام عليكم.